لكن ليش انت ما تطبقه؟ ليش المفروض انا اتنازل؟ خو انت تنازل وخلي العمليه لا تمشي. مو احنا يعني شايفه واحد عنده 37 مقعد تقيسينه بواحد عنده 17 مقعد، ما يصير انصاف، ما يصير. اخذتوا رئاسه البرلمان؟ تمام اوكي، اخذنا رئاسه البرلمان واكو تفاهمات اخرى، اكو اتفاقات اخرى، اكو استحداث مناصب اخرى. شو يريد حزب تقدم؟ ايش ياخذ؟ والله انا اشوف بالنسبه لي يعني اشوف اللي جاي اشوفه، يعني حزب تقدم يسعى الى تمثيل القرار السني، وهذا يعني جاي يشتغلون عليه هم. قيادات تقدم جاي تشتغل على تهميش الاخرين، يسعى. لا مو تهميش الاخرين، خلي الاخرين ينافسون وياخذون اكثر من عندي، ما عنده مشكله عليه. ليش تهميش؟ هو ذب سجن، هو دعمه بسياره، هو اقصاه. لا يعني السيد محمد الحلبوسي يريد ياخذ الزعامه السنيه؟ لا، ممكن الرجل يطمح الى الزعامه، مو غلط، يطمح الى الزعامه، ولكن هو منو اللي يسوي الزعامه؟ حكي الاعلام، حكي الفيس، لو التجربه الزعيم الناس اهله يسوونه. عندما نرى شخص انتج المكون السني قياده حقيقيه، نعم انتج، لها تجربه، نعم، عليها ملاحظات، نعم، لكن هل ترتقي الى مستوى الزعامه التي تقول على جميع السنه؟ هل من مصلحه السيد الحلبوسي اقصاء اخوانه؟ لا، ليس من مصلحته. يعني في المجلس السياسي هل اليوم من مصلحه الحلبوسي ان يتفرق المجلس؟ انا اعتقد الحلبوسي لاعب براغماتي ومهاري قوي جدا. انا اليوم من اتكتك بالسياسه والعب اضعف الخصم المقابلي، انا مو مقصي او ذاب سجن او مطلع من العمليه السياسيه، لا بالعكس، هاي اللعب مهاري، لعب تكتيكي، كما السياسه العالميه جاي تلعب هيك. واحنا سابقا عندنا مال الا قاعدك بطرف الديوان، وين البراغماتيه من واحد يقول للواحده قاعدك بطرف الديوان؟ اولا هذا الخطاب كان الذين انشقوا عن تقدم، هذا واحد. اثنين، الا قاعدك بطرف الديوان وهذول جوكم ودير بالكم والسنه تحشد والكرد تحشد، هذا خطاب انتخابي لا يؤخذ عليه ولا يبنى عليه، هذا لدغدغه عواطف الناس حتى احركها على الصناديق. بعض الجهات يقول لهم ترى دير بالكم فلان يجوكم، السنه يجوكم، الشيعه يجوكم، الكرد يجوكم، عمي ترى اذا ما تروحون على الصناديق. هذا خطاب المفروض المفوضيه يتحاسب عليه، مو يحاسبني عليه الفلان. خطاب الانتخابات واحد، والبرنامج السياسي والمشروع الخدمي واحد. شو يريد تقدم؟ قلت لك تقدم اخذ رئاسه البرلمان، اي وزاره يطمح عليها حزب تقدم؟ هو هن واضحات، يعني 7 وزارات واضحات راح يكون. اذا كانت مناقله، احكي لي عن السياديات. السياديات في يعني السياديات هن تخطيط، تمام، والدفاع، التجاره، الثقافه، شنو عندنا النوب بعد هاي الوزارات. التربيه ممكن تصير مناقله بين التعليم العالي مع الاطار، او ممكن لا تروح الى حصه احد يعني حزب تقدم مسيطر ومصمم على وزاره الدفاع او التخطيط؟ لا مو شخص، لا مو مصمم، لا بالعكس، يعني حزب تقدم يريد تمثيله واستحقاقه. يعني حزب تقدم بالعكس، شوفي بس حتى افهم، الله يخليك، يريد رئاسه البرلمان ويريد التخطيط والدفاع والتجاره والثقافه والتربيه، ممكن مناقله ويا التعليم العالي؟ لا مو كلهن يريد ياخذ نقاطه وخلاص اخذهن. اي خلاص اخذهن، اذا عن نقاط اخذهن برئاسه البرلمان. واكو يعني هناك خلينا نقول استحداث مناصب جديده، راح تكون نائب رئيس الجمهوريه ونائب رئيس رئاسه الوزراء. ايضا اعتقد للتقدم راح ياخذون احد هذه. هسه تقدم شو يريد بالوزارات السياديه؟ بالوزارات السياديه اي شيء يريد حاليا؟ اي يعني هو ما يقول لك انا اخذت شو اسمه، اخذت رئاسه البرلمان وسياديات هن اثنين، هي التخطيط والدفاع. ما اعرف شلون راح يتفقون عليهن الى الان، ما اعرف، بس اعتقد يعني راح تعبر. ما اعرف بالضبط يا وزاره مصمم عليها، ولكن اعتقد راح ياخذون التربيه، يعني حسب توجهاتي. من السياديات تخطيط لو دفاع؟ لا ممكن التخطيط ينطونها العزم، ممكن زين، والدفاع ثابت العباسي، والتربيه اعتقد رشحوا لها